الحلقة الثامنة: جمع المذكر السالم. الحلقات اللي فاتت أخدنا أول حالتين من حالات الإعراب الفرعية السبعة، وطبعا ما ننساش إن علامات الإعراب الفرعية بتتغير من حالة لحالة تانية بعكس علامات الإعراب الأصلية، وهي ثابتة دايما، وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. النهاردة هناخد الحالة الثالثة وهي جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، زي مجتهد هتبقى مجتهدون أو مجتهدين. فبدل ما نقعد نقول مجتهد ومجتهد ومجتهد هنقول مجتهدون. طب لو عايزين نجمع باب وباب وباب هتبقى أبواب، صح؟ بس دي مش جمع مذكر سالم، لأن الجمع ما حصلش بزيادة في الآخر. ولو عايزين نجمع مجتهدة ومجتهدة ومجتهدة هتبقى مجتهدات، بس دي برضو مش جمع مذكر سالم لأنها دلت على أكثر من اثنتين مش اثنين. طيب حكمه إيه بقى جمع المذكر السالم ده؟ هو بيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، زي نجح المجتهدون، كرمت المجتهدين، سلمت على المجتهدين. في بعض الكلمات بتلحق في إعرابها بجمع المذكر السالم، يعني بتتعرب نفس الإعراب بس شروطها مختلفة. زي قولوا، ملهاش مفرد بس لما نعربها هترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. جاء أولو الفضل، رأيت أولي الفضل، مررت بأولي الفضل. وزي الألفاظ من 20 إلى 90، زي هرب 20 أرنبا، ربيت 20 أرنبا، مررت ب20 أرنبا. ومن أمثلة الكلمات دي برضو سنون وأرضون وبنون وعليون. يبقى النهاردة عرفنا جمع المذكر السالم والكلمات اللي بتلحقه في الإعراب، اللي هي الواو للرفع والياء للنصب والجر. استنونا الحلقة الجاية وحالة جديدة.